الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استقيموا واعتدلوا صووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد.
ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون
ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صليت على سيدنا وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم.
إلهنا يا ربنا يا معبود سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله وبحمده يا كريم دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim amma ba'du. An Abi Dzar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala fi duburi salatil fajri wa huwa thanin rijlaihi qabla أن يتكلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير 10 مرات كتبت له 10 حسنات ومحي عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات وكان يومه ذلك كله في حرز من كل مكروه وحرس من الشيطان لم ينبغي لذنب أن يدركه في ذلك اليوم إلا الشرك بالله ورواه النسائي في عمل اليوم والليلة ذكر بيده الخير ما كان يحيي ويميت وزاد فيه وكان له بكل واحدة قالها عتق رقبة ورواه النسائي أيضا في عمل اليوم والليلة من حديث معاذ رضي الله عنه وزاد فيه ومن قالهن حين ينصرف من صلاة العصر أعطي مثل ذلك في ليلته. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa seusai salat subuh ketika ia masih melipat kedua kakinya dan belum berbicara mengucapkan sebanyak 10 kali La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala puji dan kerajaan. Dia mampu menghidupkan dan mematikan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akan dicatat 10 baginya kebaikan, dihapus 10 keburukan darinya dan diangkat baginya 10 derajat.
Pada hari itu ia pun dilindungi dari segala bencana serta dijaga dari setan. Tidak ada dosa yang bisa membinasakannya pada hari itu kecuali dosa syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah dan menyebutkan biadihil khair sebagai ganti yuhyi wa yumit. Ada pula tambahan, dan untuk setiap kalimat yang diucapkannya ia mendapat pahala memerdekakan seorang budak. Nasa'i juga meriwayatkan dalam hadis yang lain dari Mu'adz radhiyallahu dengan tambahan, dan barang siapa mengucapkannya seusai solat asar ia juga akan mendapat pahala seperti itu pula pada malam harinya. Dari Abu Dzar radhiyallahu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa seusai salat subuh ketika ia masih melipat kedua kakinya dan belum berbicara mengucapkan sebanyak 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, miliknya segala puji dan kerajaan. Dia mampu menghidupkan dan mematikan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Akan dicatat 10 kebaikan baginya, dihapus 10 keburukan darinya, dan diangkat baginya 10 derajat. Pada hari itu ia pun dilindungi dari segala bencana dan serta dijaga dari syaitan. Tidak ada dosa yang bisa membinasakannya pada hari itu kecuali dosa syirik. Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah dan menyebutkan biadihil khair sebagai ganti yuhyi wa yumit. Ada pula tambahan, dan untuk setiap kalimat yang diucapkannya ia mendapat pahala memerdekakan seorang budak. Nasa'i juga meriwayatkan dalam hadis yang lain dari Mu'adz radhiyallahu dengan tambahan, dan barang siapa mengucapkannya seusai solat asar ia juga akan mendapat pahala seperti itu pula pada malam harinya. An Jundubil Qasri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla salatus subhi fahuwa fi zimmatillah fala yatlubannakumullahu min zimmatihi bisyai'in fa innahu man yatlubhu min zimmatihi bisyai'in yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Dari Jundub Al-Qasri radhiyallahu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan salat subuh maka ia berada dalam perlindungan Allah. Oleh karena itu jangan sampai kalian dituntut oleh Allah karena melanggar perlindungannya. Sesungguhnya barang siapa dituntut oleh Allah karena melanggar perlindungannya, pasti dia akan mendapatkannya, kemudian dia akan menelungkupkannya pada wajahnya di dalam neraka jahanam. Dari Jundub Al-Qasri radhiyallahu, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan solat subuh maka ia berada dalam perlindungan Allah. Oleh karena itu jangan sampai kalian dituntut oleh Allah karena melanggar perlindungannya. Sesungguhnya barang siapa dituntut oleh Allah karena melanggar perlindungannya, pasti dia akan mendapatkannya, kemudian dia akan menelungkupkannya pada wajahnya di dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. An Muslim bin Harits At-Tamimi radhiyallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu asarra ilaihi faqala idza in sarafta min salatil maghribi faqul Allahumma ajirni minan nar 7 marratin fa innaka idza qulta dzalika ثم مت في ليلتك كتب لك جوار منها وإذا صليت الصبح فقل كذلك فإنك إن مت في يومك كتب لك جوار منها.
Dari Muslim bin Harits At-Tamimi radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau membisikinya dengan sabdanya, apabila kamu telah selesai mengerjakan salat maghrib maka ucapkanlah sebanyak 7 kali, Allahumma ajirni minan nar, ya Allah lindungilah aku dari neraka. Sesungguhnya jika kamu mengucapkannya lalu mati pada malam harinya maka akan ditetapkan bagimu perlindungan dari neraka. Apabila kamu telah selesai mengerjakan salat subuh maka ucapkanlah seperti itu juga. Sesungguhnya jika kamu mati pada siang harinya maka akan ditetapkan bagimu perlindungan dari neraka. Dari Muslim bin Harits At-Tamimi radhiyallahu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya beliau membisikinya dengan sabdanya, apabila kamu telah selesai mengerjakan salat maghrib maka ucapkanlah sebanyak 7 kali, Allahumma anjirni minan nar, ya Allah lindungilah aku dari neraka. Sesungguhnya jika kamu mengucapkannya lalu mati pada malam harinya maka akan ditetapkan bagimu perlindungan dari neraka. Apabila kamu telah selesai mengerjakan salat subuh maka ucapkan seperti itu juga. Sesungguhnya jika kamu mati pada siang harinya maka akan ditetapkan bagimu perlindungan dari neraka. Hadis riwayat Abu Daud. An Ummi Farwata radhiyallahu anha qalat su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, qala as-salatu fi awwali waqtiha. Dari Ummu Farwah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, salat pada awal waktunya. Dari Ummu Farwah radhiyallahu anha, ia berkata, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, salat pada awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud, bab tentang menjaga salat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita lebih mudah mengamalkan dan menyampaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. اللهم إنا نحمدك ونستعينك ونستهديك ونعوذ بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفر ملحق اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالأهل والمال والمعافاة لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك وأتوب إليه تقبل الله منكم